لا تقولوا لي بقى المكسوفة ولا المكشوفة، والله ما في احلى من طبقات اللذاذة دي من حيث البساطة والسهولة، وغير كل ده شياكة في التقديم. ولا استخدمنا فرن ولا استخدمنا شربات، وهي معلقة سكر واحدة بس في كل الكبات دي. حاجة كده تنعشك بعد صلاة التراويح. تقدري تعمليها بفراولة او مانجا او اي فاكهة متوفرة عندك. خفيفة جدا جدا وما تشبعكش من جمالها. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اول حاجة معايا كوباية من المية السخنة المغلية. حط عليها باكت من الجيلي المانجا او اي نوع فاكهه انت بتحبيه. هدوب الجيلي في الميه المغليه ديت، ومش هتبع خالص اي كلام مكتوب على العلبه. احنا هنحط كوبايه ميه مغليه هندوب فيها الجيلي، وبعدين نحط نص كوبايه من الميه الساقعه المتلجه. وبعد كده هجيب الكبات بتاعتي، اي نوع كبات، وممكن تعمليها في بايركس كمان. هحط كده طبقه من مكعبات المانجا او برضو اي فاكهه عندك، وهنزل عليها بطبقه كده من الجيلي اللي احنا لسه مجهزينه. ده كده هاخد الطبقة دي عشان عايزاها تجمد احطها في التلاجة حوالي نص ساعة. وبعد كده هنجيب كوباية مية سخنة تانية، واحط عليها برضو باكت من جيلي الفراولة. وبرضو ده بيرجع ليكي، ممكن تستخدمي نوع واحد بس. دوبت باكت الجيلي في كوباية المية السخنة، وبعدين نزلت بنص كوباية مية ساقعة متلجة. هقلب الكلام ده كله ونفس الكلام. هجيب الكبات بتاعتي، هحط فيها مكعبات من الفراولة انا مقطعاها كده صغير. اهم حاجة يا جماعة الفاكهة ما تكونش فيها مية. وهنزل برضو بطبقة كده من الجيلي حوالي كده ربع كوباية يا جماعة. وهاخد الكلام ده واحطه في التلاجة برضو يسقع، ما بياخدش وقت خالص على فكرة، هي ساعة او نص ساعة كمان. في بولة هجيب معلقة سكر واحدة كبيرة، هنزل عليها بتلت كوباية من كريم شانتيه الخام او باكت كريم شانتيه اللي هو بتاع دريم ده يا جماعة، كيس واحد هيكفي جدا الغرض معاكي. وهنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الميه المتلجه او تلتين ميه متلجه. وهضرب الكريمه بتاعتي دي. على فكره الكميه دي كمان اتبقت منها، يعني هو كيس يا جماعه يكفي، او لو انتوا هتستخدموا ربع كوبايه كريم شانتيه كمان. المهم دي الكبات بعد ما سقعت معايا في التلاجة. وهنا عندنا كنافه محمراها. دايما بحمر كميه كنافه وبشيلها عندي في ظرفه المطبخ، ما بيحصلهاش اي حاجه. محمراها في معلقه سمنه على الطاسه كده على عين البوتاجاز. ما بتاخدش وقت خالص في التحمير، تقدروا تحطوا عليها سكر بودر لو عايزين، بس بلاش تحطوا شربات. خلوها كده. وبعدين بنحط فوق طبقه الجيلي، بنحط كده معلقه واحده بس كبيره من الكنافه وبنسويها كويس جدا. وبعدين احط طبقه من الكريمه اللي احنا مجهزينها. كريمه طعمها خفيف جدا، والكنافه تكاد تكون مش مسكره، والجيلي طبعا هو فيه سكر منه فيه. فمفيش اي سكريات خالص في الموضوع، حاجه بجد بجد منعشه فوق ما تتخيلوا، وما بتجزعش خالص، وخفيفه جدا على القلب. بساوي الكريمه بالشكل ده على الطبقات. ولازم لازم بعد ما بحط طبقه المانجا على طبقه الكريمه، احط الكلام ده في التلاجة لمدة نص ساعة قبل ما بحط طبقة الجيلي الأخيرة. ليه؟ علشان احنا لو حطينا الجيلي على طول عليهم، اللي هيحصل الجيلي هيندمج مع الكريمة وهيبقى كله سايح في بعضه. فانا عشان اتفادى الحتة دي، لازم الكريمة والمانجا او الكريمة لوحدها قبل ما احط المانجا تتحط في التلاجة. لازم الكريمة تتشمع شوية، تسقع قوي. وبعدين بحط طبقة الجيلي الأخيرة بحرص شديد جدا جدا، علشان بالراحة كده خالص، علشان خاطر ما يندمجوش مع بعض، وتبقى كل طبقة منفصلة عن التانية. نفس الكلام بالظبط بالظبط هكرره مع الفراولة. طلعت برضو الفراولة من التلاجة بعد ما جمدت، وبعدين حطيت طبقة الكنافة المتحمرة، وبعدين طبقة الكريمة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. شايفين شكل الطبقات حلو جدا ازاي. وبعدين برضو طبقة من الفراولة المكعبات. واحط اخر حاجة طبقة الجيلي الاخيرة، واحطها بحرص جدا. قد ايه شكلهم شيك، قد ايه طعمهم تحفة. عندك ضيف، عندك عزومة، اعمليها. هاتي الكوبات البلاستيك اللي بتتباع عند محلات خامات الحلواني او محلات تغليف في الاكياس، بيبقى عندهم الكوبات دي، تقدري تجيبي تعملي كميه ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه، والله ما بتاخد وقت، وشياكه في التقديم، واي ضيف هيفرح بيها فوق ما تتخيل. شكلي بقى في فاكهه معينه، شكلي بقى براحتك، اعملي نوع واحد فاكهه، اعملي نوعين، اعملي 3 اللي يريحك. بجد خطيره فوق ما تتخيلوا، وطعمها منعش. قولوا لي بقى انتوا حبيتوا انهي اكتر، الفراوله ولا حبيتوا المانجا؟ بصوا شكل الطبقات حتى واحنا بناكل شكلها حلو قوي يا جماعه، الكب بيخلص في ثانيه. بس كده. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم. شكرا ليكم، مع الف سلامه.